قصيرة عن المخدرات. خيط الظلام. كان أحمد شابا مليئا بالحياة والطموح. كان يحلم بأن يصبح مهندسا كبيرا وأن يبني جسورا تربط بين المدن. كان لديه أصدقاء يحبونه وعائلة تدعمه. لكن في إحدى الليالي وقع في فخ صديق قديم لم يره منذ زمن طويل، والذي أقنعه بتجربة شيء بسيط لمرة واحدة فقط. قال له إنها ستجعله ينسى كل همومه للحظة. كانت هذه المرة الأولى بمثابة خيط رفيع، لكنها لم تكن الأخيرة. شيئا فشيئا أصبح هذا الخيط حبلا يلتف حول رقبته. بدأ أحمد يتغيب عن محاضراته في الجامعة ويهمل واجباته. أحلامه التي كانت تلمع في عينيه بدأت تتلاشى مثل دخان كثيف. الأصدقاء الذين كانوا يشاركونه الضحكات ابتعدوا عنه لأنهم لم يعودوا يتعرفون على هذا الشخص الجديد. لاحظت والدة أحمد التغير الذي طرأ عليه. حاولت أن تتحدث معه، لكنه كان يتهرب ويتجنبها. كان يرى في عينيها قلقا وألما لم يستطع مواجهته. أصبحت حياته تدور حول البحث عن المال لشراء المزيد والشعور بالندم بعد كل جرعة. في يوم من الأيام وصل إلى قاع اليأس. لم يعد لديه أي شيء، فقد دراسته وخسر ثقة عائلته وأصبح جسده ضعيفا لا يقوى على شيء. جلس وحيدا في غرفة مظلمة وتذكر وجه والدته الحزين وابتسامة أصدقائه القدامى. أدرك أن ما ظن أنه حل لمشاكله كان في الحقيقة هو المشكلة الأكبر. في تلك اللحظة اتخذ أحمد قرارا صعبا وشجاعا: طلب المساعدة. ذهب إلى والدته واعترف بكل شيء. لم تنهره أو توبخه، بل احتضنته بحنان ودموعها تسيل على وجهها. كانت هذه العناقة بداية الطريق للشفاء. بمساعدة عائلته بدأ أحمد رحلة العلاج. لم يكن الطريق سهلا، بل كان مليئا بالصعوبات والانتكاسات، ولكنه كان يملك الآن قوة الإرادة التي استعادها. كان يتذكر دائما اللحظة التي قرر فيها أن يستعيد حياتها. في النهاية استطاع أحمد أن يتغلب على إدمانه. لم يعد مهندسا، لكنه أصبح شخصا أقوى بكثير. بدأ يعمل في مركز لمساعدة المدمنين السابقين ويشاركهم قصته. كان يقول لهم دائما: المخدرات لا تحل المشاكل، بل تؤجلها وتزيدها. لا تدعوا خيطا رفيعا يتحول إلى حبل يلتف حول مستقبلكم.